فيوم الحد اللي جاي هيقدم شكاوي رسميه ضد اداره نادي الزمالك للمطالبه بمستحقاته الماليه المتاخره لدى اداره القلعه البيضاء، اكبر قلعه رياضيه في 100 عقبه وفي الجيزه. زيزو له فوق ال 60 مليون جنيه، له فوق ال 60 مليون جنيه. فزيزو اللي تألق وابدع وقدم شهاده ميلاده ووثق تواجده مع النادي الاهلي بالامس في مباراه باتشوكا اول مباراه ليه، وهيبدا مسيرته الرسميه بمباراه انتر ميامي، وربنا يحفظه من عين الحسود باذن الله تعالى. كان كل حلمه انه يلعب كاس عالم. الاهلي حقق له حلمه، الاهلي حقق له حلمه انه يلعب كاس عالم. قبل كده كان يعني بيبقى قاعد زيه زي غيره، قاعدين بيتفرجوا على كاس العالم في التلفزيون مع اصحابه مع حبايبه مع جيرانه وهكذا يعني. فاشرف عبد العزيز هياخد اجراءات قويه لاسترداد مستحقات زيزو. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. صلي على الحبيب قلبك يطيب يا غالي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. في اطار برضو غضب جمهور نادي الزمالك من اي حاجه ليها علاقه بالاهلي، شايف حمله على صفحات زملكاويه كبرى تهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه بالمملكه العربيه السعوديه. والسبب انه قال لابراهيم فايق عاوزكم يا ابراهيم تلبسوا تيشيرتات حمراء ومش عاوز منكم حياديه. الراجل اول حاجه ما جابش بدعه ولا ابتدع حاجه ولا قال حاجه جديده. بين سبورت اللي هي القنوات الرياضيه الكبرى في الميدل ايست كله، لما بتيجي تعمل مباريات للزمالك مثلا تجيب هيثم فاروق عشان عارفين انه متعصب زملكاوي، للاهلي بتجيب وائل جمعه عشان عارفين انه نجم اهلاوي كبير، وهكذا يعني. طب الراجل وانت رايح بطوله عالم هيقولوا لك يا اللي ما كنتش حيادي بين انتر ميامي والاهلي، هو نفسه ايه ان الناس تطلع بتيشيرت احمر يعني؟ عادي يعني، موضوع عادي يعني. الاستوديو اعتبره قناه الاهلي يا اخي. طب الحاجه الثانيه، ليه انت كزملكاوي واخد الكلام ضدك؟ انت اصلا الثالث دلوقتي، ليه بيراميدز مش واخد الموضوع ضده؟ طب انت دلوقتي بتقول للزملكاويه اللي في البرنامج سيبوا البرنامج، طب ما لما سابوه هيروحوا فين؟ ما ده اقوى برنامج موجود دلوقتي. نكون امنا، اقوى برنامج موجود مصروف عليه، بياخد حقوق، بياخد حدث عالمي اهو كاس عالم. بدل ما كنا نقعد نتكلم في النت بقينا نتفرج على الشاشات في الام بي سي بقى كلها وفي الاي سي سي. بدل ما تمسك دازن وتقعد تمقق عينك، لا هنا خلاص، خاصه ان النت عندنا بعافيه زي ما انتم عارفين، هتتفرج على التلفزيون. فالناس عماله تهاجم في ابراهيم فايق ماشي وكذا، لدرجه ان الاستاذ اشرف عبد العزيز ومكتبه بداوا ياخدوا اجراءات ضد بعض الافراد اللي هم يعني بيروحوا المنطقه مش اخلاقيه بالمره، سواء في الهجوم على ابراهيم فايق او المستشار تركي آل الشيخ ماشي. لكن المستشار تركي ده موضوعه يخص ياخد اجراءات او ما ياخدهاش، ده كده. لكن الغضب الزملكاوي اللي انا بتكلم فيه، هو انت عاوزه مثلا وهو رجل معروف انه اهلاوي، طب انت ما افتكرتش انه اهلاوي هو بيديك ال1.5 مليون دولار بعد السوبر الافريقي؟ ما افتكرتش دي؟ مش اداك مكافأة استثنائية من موسم الرياض 1.5 مليون دولار؟ اشمعنى دلوقتي كله شتيمه 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 شتيمه؟ هو انت لما تشتم هتاخد كاس عالم في الشتيمه؟ ما الراجل طلع قال لك ده احنا لجان وكنا شغالين لجان وكان بيتقال لنا كذا وبنعمل كذا وبنسوي كذا. هل دي الشطاره؟ ولا انت بتداري على خيبتك الاداريه وفضيحتك اللي مش مستخبيه وخيبتك القويه ان الصفقات اللي بتجيبها في الشتاء بتبيعها في الصيف، اللي بتجيبها في الصيف بتبيعها في الشتاء؟ بنسال بس. ولا الاحكام اللي كل شويه تطلع عليك من المحكمه الرياضيه؟ ففي غضب وهجوم على تركي آل الشيخ. ليه يا عم؟ قال لك اصله اهلاوي. قال لك طب ما اهلاوي هو كان قال لك انه زملكاوي؟ هو كان قال لك انه زملكاوي؟ هو كان قال لك انه زملكاوي مثلا؟ هو كان قال لك مثلا انه بيموت في دباديب الزمالك؟ هو بيساعد الزمالك، ساعدها ايام مرتضى منصور وساعدها ايام حسين لبيب، وبيساعدها باي شكل من الاشكال لما بيطلب منه، وهو يبقى له مزاج انه يساعد من منطلق ان ده نادي مصر كبير ما ينفعش يقع، لازم كلنا نساعده ونسنده وندعمه. وانا بطالب بده صراحه يعني، لان ده نادي الزمالك ما ينفعش يبقى الثالث على طول، والزمالك رايح الكونفدراليه مع التوالت والروابع وكلام من ده، وكل حلمهم ان الكاف يغير شكل المسابقه بتاع دوري ابطال افريقيا فياخد الثالث من مصر. طب ماشي، ما انت تطلع من الدور الاول. اما بتطلع من الكونفدراليه مش تطلع من الدور الاول؟ ثم انتوا عمالين تقولوا للناس اللي في البرنامج سيبوه. ماشي، هم الناس دي مثلا كانوا شغالين في الزمالك؟ يعني كابتن حلمي طولان ده جبتوه مثلا اخر مره جبتوه مدير فني امتى؟
ايام اوتوفيستر في بدايه القرن مع الدكتور كمال درويش. كابتن طارق السيد كان موجود ومشتوه. كابتن اسماعيل يوسف لم تستفيدوا من امكانياته وقدراته. مين تاني؟ مش فاكر حد تاني. يعني لما دول يمشوا انتوا تستريحوا، لما تقطعوا عشهم انتوا هتتبسطوا؟ طبعا لا يعني. وفي كل الاحوال المرحله دي البرنامج هيبقى اهلاوي في كاس العالم، ما تتفرجش عليه يا عم، استنى لما يبدا الدوري وارجع اتفرج عليه. لكن الهجوم ده على وزير في دوله صديقه ودوله شقيقه ده امر مش طيب، ده امر مش طيب. وبعدين الغضب بالشتايم ليه؟ وبالتجريح ليه؟ وبالخروج عن النص ليه؟ طب ما ميدو حبيب المستشار تركي آل الشيخ ما يميل عليه، يقول له ابو ناصر، يقول له نعم يا ميدو، يقول له النبي عايزين كده بتاع حسبة 5 مليون دولار نقف على رجلين، يقول له افتح الله يا ميدو، انا بدعم الاهلي بس. طب انت بتدعم الاهلي؟ ما بدعمش الاهلي، انا بستفيد من الاهلي. يعني ايه بيستفيد من الاهلي؟ عنده احداث وايفنتات قويه في موسم الرياض، بيعمل النجوم الاهلي بيعملوا اعلانات، خلاص الاعلان ضرب، مهما ياخدوا افضل ملايين المرات انه يعمل ورق ويوزعه ولا يعمل اعلانات في التلفزيون ولا كذا ولا كذا. لكن الاعلان بتاع نجوم الاهلي ده يتذاع بقى في كل حته، على السوشيال وفي التلفزيون وفي كل الدنيا، ماشي، ويسمع عند كل الجمهور، والناس تحبه عشان ايه؟ هو بيحب الاهلي وبيحب الجمهور، يعني هي منفعه متبادله. لكن ميدو مثلا يروح يقول له اديني دعم، يديله دعم ليه؟ وبعدين احنا عايزين نبطل قلت الدعم دي، ما تتعلموا من شركه الاهلي لكره القدم، اتعلموا منها يا جماعه. شوفوا ازاي كسبت من صفقه احمد زيزو، شوفوا ازاي جابت فلوس احمد زيزو. لكن الفكره يا جماعه البطوله ما بقتش في الشتيمه ولا في التجاوز ولا في الخروج عن النص. طب كنتوا بتلوموا ليه على اللي قبل كده؟ لما كان بيشتمكم كنتوا بتلوموه ليه؟ لما كان بيجرح فيكم كنتوا بتلوموه ليه؟ ادعيتوا ليه الفضيله وقتها؟ لما انتوا بتقروا الغلط، لما حتى الان لم يصدر عن نادي الزمالك اي اعتذار لامهات عشرات الملايين عما بدر من هاني شكري، حتى الان ما طلعش حاجه، ومستنيين نشوف الاهلي هيعمل ايه. هاني شكري يجب ان يختفي من العمل العام نهائيا والى الابد. مش ده النموذج والقدوه الا اذا كان ده على مزاج الوزير، ده موضوع تاني.